في الأيام اللي فاتت انتشرت بوستات كتير على فيسبوك وإكس ومواقع إخبارية زي تلجراف مصر وجريدة الدستور بتتكلم عن واقعة غريبة حصلت في مدرسة الكرم الخاصة للغات في دمنهور. على حسب اللي اتنشر واللي لسه مفيش بيان رسمي بيأكده، طفل اسمه ياسين عمره 6 سنين حكى لأمه إنه اتعرض لاعتداء غريب من موظف كبير سنا شغال في المدرسة. تخيلوا معايا إحساس الأم لما اتصدمت باللي سمعته. فورا قدمت بلاغ رسمي بالواقعة، والتحقيقات لسه شغالة، ويوم 30 إبريل اللي جاي هتكون جلسة الحكم عشان الحقيقة تبان في قضية مش بس غريبة شوية. على حسب المصادر الإخبارية ومواقع التواصل، في فبراير 2024 والدة ياسين حست إن ابنها مش على طبيعته، خايف وبيترعب لما حد يقرب منه، وكان بيرفض إنه يروح المدرسة. ولما سألته ياسين انهار وقال إن كان في موظف كبير في السن في المدرسة كان بيتعدى عليه بتصرفات غريبة هو ما كانش فاهمها، بس الأكيد إنها كانت مؤذية ومؤلمة. وقال إن الاعتداءات اتكررت أكتر من مرة، وكانت بتحصل أحيانا في جراج المدرسة في عربية قديمة موجودة هناك. وقال إن الموظف هدده إنه هيأذي عيلته لو قال لأي حد. الأم بلغت الأمن فورا، وشهادة ياسين كانت كافية عشان تفتح القضية. الواقع على حسب اللي اتنشر استمرت فترة في مدرسة الكرمة. ياسين واللي كان عمره 5 سنين وقتها حكى إن الدادة كانت بتاخده من الفصل للحمام، وهناك كان في موظف إداري راجل ملوش أي علاقة بالتعليم كان بيبقى مستنيه. وقتها كان بيمسكه وبيرتكب الاعتداءات اللي حكى عنها. وحكى كمان إن الدادة كانت بتفضل مستنية وتعدل له هدومه وترجعه الفصل وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ولما حكى للمدرسة، المدرسة بدورها ودته للمديرة، وهناك حصل حاجة زي مسرحية هزلية كده، إنها أجبرت الطفل يضرب الموظف قدام الناس على أساس إن ده عقاب كافي. وده على حسب الرواية اللي اتنشرت على الفيسبوك وعلى المواقع الإخبارية. القضية خلت الناس تغلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبوستات كتير تحت هاشتاج حق ياسين طلبت بمحاسبة المسؤول الإداري وجميع المتورطين. استغربوا ازاي واقعة زي دي تحصل في مدرسة خاصة، وازاي تحصل في مدرسة أصلا، واتهموا الإدارة إنها بتحاول تخبي الواقعة. الأهالي طبعا عبروا عن خوفهم عن ولادهم، والمنشورات دي خلت القضية تتصدر الرأي العام، وناس كتير بقت مستنية الحقيقة تبان من التحقيقات. النيابة فتحت تحقيقات بعد البلاغ، وفي فبراير 2024 الطب الشرعي فحص ياسين، وعلى حسب التقرير اللي اتنشر على موقع تلجراف مصر ما كانش فيه إصابات عنيفة واضحة، ولكن كان فيه اتساع بسيط في فتحة الشرج. وارد إنه ممكن يكون بسبب اعتداء جنسي، ووارد يكون لأسباب طبية نادرة زي الماسل أتروفي اللي بيبقى فيه ضمور أو ضعف في العضلات وممكن يسبب حالة زي كده. ولأن الأدلة ما كانتش كافية، النيابة وقتها حفظت القضية، لكن محامي ياسين قدم طعن والتماس بإعادة فتح القضية. وفي التحقيقات ياسين اتعرف على المتهم من ضمن 4 أشخاص ومن أول لحظة، وتقدم طعن في محكمة الجنايات، لكن ما زالت التحقيقات بتعتمد على أقوال ياسين وعلى شهادة الشهود. ومن ضمن الأخبار اللي انتشرت على موقع فيسبوك تحديدا إن المديرة والمدرسة والدادة بيواجهوا اتهامات بالتستر. أهل ياسين بيقولوا إن المديرة كانت عارفة وساكتة، وإن الدادة ساعدته. المدرسة ما أصدرتش بيان رسمي، وده طبعا زود شكوك الناس. وعلى حسب اللي نشرته جريدة الدستور، النيابة فعلا بتحقق مع المديرة والدادة والمدرسة، لكن مفيش اتهام رسمي ضدهم. والقضية وصلت لمحكمة جنايات دمنهور اللي ألغت قرار الحفظ وأحالت الموظف الإداري اللي مش هنقدر نقول اسمه لحد ما يظهر نتائج التحقيقات للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطفل. وجلسة الحكم يوم 30 إبريل. اللي حصل ده للأسف بيفكرنا باللي حصل في مارس 2025 وفي نهار رمضان، لما راجل عاطل اعتدى على طفلة عمرها 8 سنين في حمام المسجد. أهالي المنطقة مسكوه وضربوه وتحفظوا عليه بعد ما الأم شافته. وقتها الناس فسرت إن الاعتداء ده السبب فيه الفقر أو المخدرات، لكن قضية ياسين إن ثبت من التحقيقات إنها حصلت بالفعل، فلا الفقر ولا المخدرات هم السبب، وإن الاعتداءات ممكن تحصل من آخر شخص وفي آخر مكان تتوقعه. وياسين في حالة نفسية صعبة وعيلته بتدعمه. رفضوا أي تنازل رغم اللي اتنشر عن عرض تعويض، ومفيش أي تفاصيل عن إذا كان اتنقل لمدرسة تانية أو إنه بياخد دعم نفسي متخصص. لكن في نفس الوقت ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجهة نظر مختلفة شوية، وهي إن طالما التحقيقات لسه ما أصدرتش بيان رسمي، ففي احتمال ولو بسيط إن القصة تكون ما حصلتش، وساعتها هنبقى قصاد
أغرب بكتير. قضية ياسين زي ما اتنشر على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بتكشف إهمال خطير في المدارس، والقضية لسه قدام المحكمة. ولو ثبت إن الاتهام حقيقي وإن واقعة الاعتداء حصلت بالفعل، يبقى اللي شفناه في مسلسل لام شمسية والقضايا المهمة اللي كان بيطرحها أقل بكتير من الحقيقة، وإن الواقع وارد يبقى أصعب بكتير من اللي نتخيله أو حتى نشوفه في المسلسلات. القضية لسه ما خلصتش، ومتابعين تفاصيلها على كل مواقع التواصل، والحكم يوم 30 إبريل، والحقيقة هتبان قريب قوي. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.